كان معانا سؤال الحلقة اللي فاتت. كانت الجملة بتقول Egypt's desire to create a nuclear reactor is never incompatible with its goal to make the Middle East a zone free of mass destruction weapons. ليه هو قال a zone free مع ان free دي adjective؟ يعني المفروض كانت تأتي قبل كلمة zone عشان الصفة تسبق الاسم. بس يا ترى هل الجملة دي مكتوبة خطأ؟ أصل هو بيقول to make the Middle East a zone free of mass. هقول لكم لأ، الجملة دي مش مكتوبة خطأ. أمال إيه يا ترى؟ كان تقدير كلام to make the Middle East a zone which is free of mass، وهو حذف which is زي ما احنا اتفقنا من الحلقات اللي فاتت وخلاها the Middle East a zone free of mass. يبقى هنا كان في كلمة which is بس هو حذفها. برضو صح ان انا اقول to make the Middle East a free zone of mass، وفي الحالة دي مش هيبقى فيه which is اصلا، لان هنا هتكون الصفة سبقت الاسم وجملة عادية خالص زي ما احنا اتعلمناها من الحلقات اللي فاتت. English for you. Love it. Learn it. يا ترى ايه الفرق ما بين الثلاث جمل دول؟ لما اقول each student is clever و every student is clever و all students are clever. خلينا كده ناخد اول جملتين. اول جملة بتقول each student is clever، وترجمة الجملة دي كل طالب ذكي. بينما الجملة التانية every student is clever دي ترجمتها كل الطلاب أذكياء. أيوة، برضو ليه أنا قلت في الأولى كل طالب وليه أنا قلت في التانية كل الطلاب؟ each student كده أنا بعتبر كل طالب على حدة، بينما لما أقول every student أنا بعتبر الطلاب دول كوحدة واحدة أو كسلسلة متتابعة مكونة لمجموعة ما. فأنا لما أقول every student أنا مش بحسب كل طالب على حدة، لأ، أنا بحسب الطلاب دول زي سلسلة كده متتابعة. وخد بالك كلتا الحالتين بنعتبر فاعل الجملة مفرد، فعشان كده قلنا is و is. طيب أنا لو عايزة أقول أنا أرتدي ساعة في كل يد، قالك لما يبقى اللي هو الحاجة اللي احنا نقصدها 2 بنستعمل each وليس every. يعني أقول I wear a watch on each hand، ما ينفعش أقول on every hand. no، on each hand. ليه؟ عشان كل واحد عنده ايدين 2. طيب خلونا بقى نرجع كده لآخر مثال اللي هو كان بيقول all students are clever. طيب دي ترجمتها كل الطلاب أذكياء. قالك all بتساوي every في المعنى، ولكن all بيأتي الاسم اللي بعدها جمع، يعني احنا بنقول all students، تمام؟ بينما every كنا بنقول every student. وطبعا طالما الاسم اللي بيأتي بعدها جمع فمن المنطق انها تاخد فاعل جمع، يعني هنقول are وليس is. فاحنا بنقول all students are clever، والجملة دي بتساوي في المعنى every student is clever. أول جملة بتقول إن كل دولة في العالم لها الحق في استخدام الطاقة الذرية لأغراض سلمية. أول اختيار بيقول each country in the world has the right to use atomic energy for peaceful purposes. Each country in the world has the right. هنا استعمل has مفرد واستعمل بعد each اسم مفرد، فكده القواعد صح لعند دلوقتي، القواعد صح وباقي الجملة مكتوبة صح. طيب تعالوا كده نفكر شوية، هل يا ترى استعمال each هنا كان صح ولا لو احنا استعملنا every كان هيبقى أصح؟ لسه قايلين من شوية each بنعتبر أعضاء المجموعة كأفراد كل على حدة، بينما every بننظر لأعضاء المجموعة كسلسلة متتابعة مكونة لها. فهو هنا استعمل each، فهو كده اعتبر انه الدول دي بتكون أعضاء كل واحد على حدة. طيب يا ترى هل من المنطق ان كل دولة بتكون على حدة؟
مش الدول دول بيكون ما بينهم علاقات بتربطهم، مثلا علاقات في الاقتصاد، علاقات في السياسة، لازم بيبقى فيه معاملات ما بين كل دولة والتانية. فبالتالي كان من المنطق ان احنا نستعمل every، بس برضو هنخلي معانا الاختيار ده ومش هنستبعده دلوقتي غير لما نقرأ باقي الاختيارات. Every country in the world has the right to use atomic energy for peaceful purposes. بدل ما بين each و every، فبالتالي لعند دلوقتي هيبقى الاختيار التاني هو الأصح. الاختيار التالت بيقول Every country in the world have the right to use. هو هنا استعمل have وليس has، واحنا لسه قايلين من شوية انه every بيأتي بعدها الاسم مفرد وبتاخد فعل مفرد. هل have دي بتأتي مع الفعل المفرد ولا مع الفعل الجمع؟ مع الفعل الجمع، يبقى have هنا غلط لان المفروض كان يقول has. Every country in the world has the right to using atomic energy. It has the right to using دي احنا لسه قايلين من شوية have أو has the right to بيأتي بعدها الverb في المصدر، فusing دي مش في المصدر، يبقى الإجابة الرابعة غلط. يبقى الاختيار الصحيح هو الاختيار التاني. Every country in the world has the right to use atomic energy for peaceful purposes. استعمل every عشان الدول دي كسلسلة متتابعة، واستعمل has علشان فاعل الجملة مفرد. لقد أصبح استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية في الصناعة والطب والزراعة ضرورة لا غنى عنها. من قبل ما نبدأ نشوف الاختيارات، طالما موجود لقد يبقى زمن الجملة يا ترى هيبقى في زمن ايه؟ أيوة صح، في زمن المضارع التام. The use of clear energy for peaceful purposes in industry, medicine, and agriculture has become indispensable. بيقول the use of clear energy. ثواني، هو الطاقة النووية اسمها clear energy؟ ايه clear energy دي معناها الطاقة الواضحة، اسمها nuclear energy، يبقى طبعا الاختيار ده غلط. The use of nuclear energy for peaceful purposes in industry, medicine, and agriculture has become indispensable. الاختيار ده كويس جدا، بيقول nuclear energy ومستعمل زمن الجملة في زمن المضارع التام. الاختيار الثالث بيقول The use of nuclear energy for peace purposes in industry, medicine, and agriculture has become indispensable. بيقول for peace purposes. peace دي اسم اللي هي معناها السلام. ينفع أقول سلام أغراض؟ إيه سلام أغراض دي؟ اسمها الأغراض السلمية، يعني احنا هنا محتاجين adjective، فالمفروض كان يستعمل هنا صفة اللي هي peaceful. The use of nuclear energy for peaceful purposes in industry, medicine, and culture has become indispensable. هو هنا قال culture، و culture دي معناها الثقافة، بينما agriculture دي معناها الزراعة، فالاختيار الصحيح هو الاختيار التاني. تهدف مؤتمرات السلام إلى وضع نهاية للحروب وتحقيق السلام العالمي. قبل ما نبدأ نشوف الاختيارات، عندنا هنا مؤتمرات السلام دي مضاف ومضاف إليه، يا ترى هتعرف تترجمها لي بطريقتين زي ما احنا أخدنا في الحلقات اللي فاتت؟ أيوة صح، لنترجمهم بنفس الترتيب اللي هي كلمة مؤتمرات وبعد كده كلمة السلام وما بينهم حرف الجر اللي هي of، اللي هو نقول the conferences of peace، أو إن احنا نعكسهم نجيب كلمة السلام وبعد كده كلمة المؤتمرات وبيكون بدون حرف الجر of وبنقول peace conferences. طيب سؤال تاني، احنا هنا عندنا السلام العالمي، يا ترى تعرف تترجمها لي؟ دي كان لها طريقة واحدة بس في الترجمة. أيوة صح، the world peace، بنجيب كلمة العالمي وبعد كده كلمة السلام بنعكسهم بس.
طيب سؤال تالت، يا ترى فاكر الverb اللي هو aim كان بيأتي معاهم حروف الجر ايه؟ بيأتي aim to plus الverb في المصدر أو aim at plus الverb مضاف له ing. الاختيار الأول بيقول peace conferences aims to put an end to wars and achieve the world peace. هو هنا فاعل الجملة جمع اللي هو مؤتمرات السلام اللي هي peace conferences، واحنا عارفين لما يبقى فاعل الجملة جمع الفعل مش بنضيف له اس. الفعل امتى بنضيف له اس؟ لما يبقى فاعل الجملة مفرد. فهو هنا حاطط aims، كان المفروض يقول aim to، فالاختيار ده غلط. Peace conferences aims for put an end to wars and achieve the world peace. ثواني، هو انا قلتلكوا اللي هي aim بيأتي بعد معاها حرف الجر ايه؟ مش صح to او at؟ هو هنا عامل غلطتين، حاطط aims حاطط لها s وحاطط معاها حرف الجر for، فبالتالي الاختيار التاني ده غلط تماما. Peace conferences aim to put an end to wars and achieve the world peace. هنا حط aim ومش ضاف لها s، فالحتة دي صحيحة، وخد حرف الجر to وبعده الفعل في المصدر، فالجملة دي صحيحة. Peace conferences aim to put an end to wars and achieve the world peaceful. هو هنا بيقول peaceful واحنا بنقول السلام العالمي. السلام دي اسم ولا صفة؟ السلام اسم، فالاسم هو كلمة peace اللي هي معناها السلام، بينما peaceful دي معناها سلمي. يبقى الاختيار الثالث هو الاختيار الصحيح. Do you remember؟ عندك بالعربي كلمة غاية وتعبير الخير والشر، وبالإنجليزي الناحية التانية عندك كلمتين هما conflict و a means. اللي مطلوب منك تترجم الكلمتين اللي بالعربي للإنجليزي والكلمتين اللي بالإنجليزي للعربي. هديك 10 ثواني وتقدر توقف الفيديو لو عاوز وقت أكتر. كلمة غاية يعني an end، والخير والشر معناها good and evil، و conflict يعني صراع، و a means معناها وسيلة.